السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку-ку. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку-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 ку. Кошечка. أهلا بيكم في الحلقة رقم 10 من الموسم الجديد من قصص ميز. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن واحد من أشهر الألغاز على مر التاريخ وأكثرهم غموضا، واسم الحلقة هو مستعمرة روانوك المفقودة. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. في يوم 8 مايو سنة 1587 حوالي 120 مستعمر بريطاني ركبوا سفينة من إنجلترا واتجهوا لجزيرة روانوك، واللي موجودة على ساحل كارولاينا الشمالية حاليا. مجموعة المستعمرين دول وصلوا في وقت ما من شهر يوليو من نفس السنة. الحاكم الجديد بتاع المجموعة دي كان اسمه جون وايت، واللي كان مستكشف وفنان. ولما نزلوا من السفينة وبدأوا يستقروا حصل أكتر من هجوم صغير عليهم من قبل السكان الأصليين واللي هم الهنود الحمر، وكان معظم الهجمات دي في خلال أول شهر من وصولهم. وده اللي خلى كل الناس في المستعمرة تطلب من الحاكم جون وايت إنه يرجع لإنجلترا ويجيب معاه إمدادات أكتر زي الأكل والأدوات وناس كتير عشان يدافعوا عن المستعمرة. وفعلا في يوم 25 أغسطس من نفس السنة، واللي كان بعد شهر من وصولهم للجزيرة، جون وايت أبحر لإنجلترا علشان يجيب لهم دعم ومؤونة، وساب المجموعة واللي كان عددهم 115 شخص، 87 راجل و16 ست و11 طفل. وكان فيهم بنته إلينور وايت، واللي كانت لسه والدة بنتها، واللي كانت حفيدة جون وكان اسمها فيرجينيا، واللي كانت أول طفلة تتولد في أمريكا الشمالية لأب وأم إنجليزيين. ولكن للأسف توقيت وايت كان خاطئ في الرحيل، لأنه في الوقت ده إنجلترا كانت بتستعد لدخول حرب مع أسبانيا، واللي كان عندها جيش بحري قوي، وده اللي منعه إنه يقدر يرجع لروانوك لفترة. وفضل لحد شهر أغسطس سنة 1590، واللي كان بعد 3 سنين من ساعة ما ساب روانوك. وهنا بدأ رحلته للجزيرة تاني، ولكن لما وصل كانت الصدمة. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая, ку-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 ку, кошечка. لقى إن المستعمرة كلها اختفت من غير أي أثر. الدليل الوحيد اللي كان موجود وراهم هي كلمة كانت محفورة على واحدة من الأشجار، وكان مكتوب كرواتوين. بعد كده جون أبحر لأقرب جزيرة واللي كانت على بعد 80 كيلومتر من روانوك، وكان اسم الجزيرة هو كرواتوين عشان يدور على المجموعة بتاعته بناء على الكلمة اللي لقاها على الشجرة. ولكن وايت قال إن واجهته عاصفة شديدة جدا في المكان ده في المرتين اللي حاول يروح فيهم للجزيرة، وده اللي خلاه يرجع في كل مرة. ولأن السفينة اللي كان بيبحر فيها ما كانتش ملكه فما قدرش إنه يجرب للمرة التالتة. وبعد كده رجع لأوروبا وعاش في أيرلندا ومات في سنة 1593 من غير ما يعرف إيه اللي حصل لعيلته والمجموعة بتاعته. ولحد يومنا ده محدش يعرف إيه اللي حصل لمستعمرة روانوك وإيه كانت نهايتهم. ولكن المرعب أكتر إنه بالرغم من اختفاء 115 شخص إلا إنهم ملقوش أي جثث أو قبور ليهم، وكأنهم اتبخروا في الهواء. المؤرخين كان ليهم نظريات كتير على مدار مئات السنين اللي بعد كده، واللي كان من ضمنها نظريات ليها علاقة بما وراء الطبيعة.
النظرية الأولى هي إن المستعمرة اتقتلت عن طريق السكان الأصليين. في الحقيقة دي ما كانتش أول محاولة من إنجلترا إن هم يستعمروا روانوك. قبل سنين من الحادثة دي وصلت مستعمرة، وكان الحاكم بتاعهم اسمه رالف لين، ولكنهم ما قعدوش فترة كبيرة ورجعوا تاني لإنجلترا بعد حروب كتير مع الهنود الحمر. الحاكم بتاعهم رالف لين ما كانش معروف عنه الدبلوماسية، وقتل الزعيم بتاع القبيلة بتاعتهم واللي كان اسمه وينجينا في محاولة منه إن يمنع مقاومة الهنود للمستعمرين. وده اللي خلى السير فرانسيس دريك إنه يروح علشان ينقذ المستعمرين ويرجعهم لإنجلترا وتنتهي الرحلة دي. واللي بعدها بسنين وقعت أحداث مستعمرة روانوك. فالنظرية دي بتقول إن الهنود الحمر قتلوا المستعمرة كنوع من الانتقام، ولكن عدم وجود أي جثث أو قبور جماعية بيبعد فكرة إن الهنود الحمر هم اللي قتلوا المستعمرة. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? النظرية التانية وهي إن مجموعة المستعمرين انضموا لقبيلة من قبائل الهنود الحمر واستقروا هناك. في سنة 1888 مجموعة من السكان المحليين في كرواتون طلبوا من الكونجرس مساعدات مالية، ووصفوا نفسهم إنهم من سلالة مستعمرة وايت المفقودة. وبعد فترة واحد من الكونجرس قال إن في احتمالية إن بعض الهنود الحمر ليهم نسب بالمستعمرين، ولاحظوا إن في مجموعة من الهنود عندهم عيون خضراء. وفي رحلة استكشافية للحفريات مجموعة من العلماء لقوا آثار إنجليزية على جزيرة كرواتون، من ضمنها فخار وسيوف من النوع اللي كانوا بيستخدموه في إنجلترا في القرن الستاشر. وكل الاكتشافات دي بتدل على وجود مستعمرين على جزيرة كرواتون في نفس الوقت أو قريب من اختفاء مستعمرة روانوك. ولكن في نفس الوقت كان مع الاكتشافات دي مجموعة كبيرة من الآثار، واللي بيرجع وقتها للقرن السبعتاشر، واللي كانت بعد 100 سنة من اختفاء المستعمرة. النظرية دي ممكن تشرح سبب وجود الكلمة المحفورة على الشجرة، وإن غالبا ممكن يكون حد من المستعمرة سابها كدليل على مكانهم. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? النظرية التالتة إن المستعمرة ما راحتش كرواتون، وإنهم دخلوا للأراضي الرئيسية اللي هي حاليا كارولاينا الشمالية. جون وايت كان رسام وكان موجود في الرحلتين الأولى والتانية لمحاولة استعمار روانوك، وفي خلال الرحلتين دول رسم خريطة للجزيرتين روانوك وكرواتون وللأرض اللي هتبقى بعد كده كارولاينا الشمالية. النظرية الرابعة جت بعد اكتشاف شيء غريب في خريطة وايت، وبعد تحليل المتحف البريطاني ليها لقوا إن الخريطة فيها علامة إكس في منطقة معينة، وكانت مكتوبة بحبر سري. واكتشفوا إن وايت كان حاطط العلامة دي بالحبر السري، والعلامة دي كانت بتدل على مكان لحصن على أرض كارولاينا، وإن وايت نفسه ممكن يكون هو اللي ودى المستعمرة هناك وخباهم علشان يبعدهم عن عيون المحكمة البريطانية، واللي كانت مليانة جواسيس في الوقت ده. الغريب إن في المكان ده حاليا في آثار بسيطة لبواقي حصن مدمر من مئات السنين، دليل تاني إن وايت قبل ما يموت حاول يلمح لمكان سري في المنطقة دي، ولكنه معترفش بأي حاجة. ولكن بالرغم من النظريات دي كلها بتفضل أسئلة كتير، من ضمنها هما ليه أصلا سابوا جزيرة روانوك. وهنا بتيجي واحدة من النظريات الميتافيزيقية، وهي إن المستعمرة اتخطفت عن طريق كائنات فضائية، وإن ده السبب إن ما كانش فيه أي أثر لجثثهم، وإن لو هما فعلا كانوا رايحين لكرواتون واللي كتبوا اسمها على الشجرة فليه ما سابوش أي مذكرة تقول عن سبب انتقالهم. والنظرية بتكمل وبتقول إن المكان السري اللي كان في خريطة وايت هو في الحقيقة مش حصن، إنما مكان لهبوط سفينة فضائية، وإن ده هو السبب اللي خلى المكان ده سري. ولكن الغريب إن نظرية الفضائيين هي مش أغرب نظرية للي حصل، وإن في نظرية تانية أغرب،
وهي إنهم تم أكلهم من قبل أكلي لحوم البشر. واللي بيدعم النظرية دي هي إن واحد من علماء الحفريات في جامعة هارفارد، واللي كان اسمه لورنس ستاجر، قال إنه اكتشف دليل على أكل لحوم البشر بشكل جماعي على جزيرة روانوك، وإن في الوقت ده روانوك كانت بتواجه أصعب جفاف عدى عليها، وإن ممكن يكونوا إنهم بدأوا ياكلوا بعض أو حد كلهم. ولكن في الآخر لغز مستعمرة روانوك مستمر، وهل هم فعلا نقلوا مكانهم ولا اتقتلوا عن طريق السكان المحليين، ولا الإجابة في عالم ما وراء الطبيعة. وبكده أكون خلصت حلقتنا النهاردة، فلو عجبتك ما تنساش تعمل فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقيه على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، وأي مكان تاني بتسمع فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.